السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. بقالي كتير قوي ما عملتش فيديوهات، بقالي كتير قوي ما عملتش لايفات، ولكن اليومين دول بالذات حابة ان انا ارجع واشارككم شوية حاجات كده تهمني ان انا اعرفها لبنات وستات كتير قوي، وخاصة بقى في مجال البشرة والشعر وتنظيف البشرة والاهتمام والعناية، وبرده اذا كان منتجات التجميل ولا العطور برده هنتكلم فيها، والله المستعان يعني. قبل ما ابتدي عايزه اقول ان فكره ان احنا بنتكلم دايما في موضوع تنظيف البشره والعنايه بيها، او شعرك او جسمك او المكياج او العطور، حقيقي حرفيا كل كلمه وانا بقولها دايما بسعى فيها انك انت توصلي لمرحله حلوه جدا وتقللي استخدام انك انت تستخدمي منتجات كتير قوي، باهم المنتجات اللي ممكن تستخدميها وتساعدك، وما تستخدميش حاجات برفاهيه زياده، وخاصه ان احنا في فتره او في وقت من الزمن حاجات كتير بقت غاليه، وبقينا كمان بنوفر في حاجات تانية، وفي نفس الوقت كمان في مشاكل كتير قوي بتقابلك في بشرتك او شعرك او جسمك، ممكن تكون مشكلتها كلها هي العناية، او معلومات عايزة تصحح عندك وتعرفي ازاي تهتمي وتعتني بنفسك وببشرتك وانتي في البيت وبأقل الامكانيات وبمجهود بسيط جدا، ونوفر ان احنا نصرف فلوس كتير في عيادات التجميل او الصالونات. ممكن يا دوبك احنا نقضي الحاجات دي في البيت، ولكن في حاجات تانية او في حالات تانية مثلا زي حالات مشاكل في الشعر او مشاكل في البشرة لازم ان انتي تروحي فيها لعيادات التجميل. خلينا ازاي اول حاجة في موضوع العناية بالبشرة وبعض المعلومات المهمة جدا جدا اللي عايزة اقول للناس عليها، ودي اللي قابلتها مع بعض العملاء واحنا بنتكلم، سواء بيتكلموا معايا في التليفون او بعتوا لي رسائل او قابلتهم هنا في المركز. كانت من اهم المشاكل اللي انا يعني واخده بالي منها والمعلومات الخاطئه يمكن عند ناس كتير وملاش علاقه بثقافه ولا بسن ولا ان انا فاهمه ايه ومش فاهمه ايه، وانا بروح عيادات تجميل كتير او كده، لان انا واحده من الناس اللي وقعت في الفخ ده في يوم من الايام. لما بنتكلم عن نوع البشره، تيجي واحده تقول لي انا بشرتي بصي دهنيه ومتبهدله، والاقيها بشرتها متبقعه وفيها دهون والكلام ده كله، بس سنها بالنسبه لي بيجذبني ان انا اتكلم ان هي فاهمه غلط. ليه بقى؟ لان المفروض ان انا لو انا بشره دهنيه، طبعا اثار البشره الدهنيه ومشاكل البشره الدهنيه بتبان عند الناس من سن البلوغ، وسن البلوغ ده بيبقى من سن بقى 12 13 14 ايا كان السن اللي هنبتدي في سن البلوغ، من ساعتها بتظهر اثار البشره الدهنيه. بعد كده لما باجي اكبر شويه في السن، وبالذات لما بوصل لسن ال30 فيما فوق، لو انا بشره دهنيه اصلا بتتحول لبشره مختلطه. احنا كل ما بنكبر في السن البشره بتجف شويه، ولكن بتتحول لنوع بشره هو بعدها على طول، وهي البشره المختلطه اللي هي خليط ما بين البشره الدهنيه وما بين البشره العاديه. ما بتبقاش واحده تبقى 30 سنه واكتر من 30 سنه وتيجي تقول لي انا بشره دهنيه، ولا انا عندي حبوب والدنيا لو انت وحتى ظاهر عندها الحبوب وعندها بقع اثار للحبوب دي، يعني طبعا بتلعب فيها ومش مهتمه والكلام ده كله، ده بيبقى نتيجه ايه بقى؟ ندور بقى في الفتره دي على الهرمونات واللخبطه في الهرمونات، وندور على الحالات النفسيه، وندور على شكل الاكل وروتينك العادي صحيا اللي بيخلي الدهون ظاهره عندك وبيخلي عندك موجود الحبوب اللي بتظهر في بشرتك. لكن ما حدش يجي يقول لي ان انا سني 30 فيما فوق، ده انا عايزه اقول لكم ان المفروض ما بعد ال 25 سنه تتحول لبشره مختلطه. امتى في البشره المختلطه تزيد فيها الحبوب؟ في فصل الصيف. فصل الصيف اكتر فصل بيخلي البشره المختلطه فعلا تتعامل يعني معامله البشره الدهنيه في كل المشاكل بتاعتها، وحتى الروتين وحتى المنتجات اللي هتستخدمها. لكن ما تجيش 30 سنه واكتر من 30 سنه وتقولي انا بشره دهنيه، حتى ولو بيظهر عليها اثار البشره الدهنيه. ساعتها اثار البشره الدهنيه اللي هي الحبوب والافرازات اللي في الحبوب والصديد والكلام ده كله بتبقى نتيجه بقى عوامل كتير خارجيه ما تكونش اساسها البشره الدهنيه. زي ما انا قلت كده، مثلا زي نوعيه الاكل، ممكن تكون الاكل فيه دهون كتير او اكلات كتيره فيها دهون كتير، زي مثلا لما بتاكل حاجات فيها مليانه مشبعه بالدهون، فهي بتظهر
في الحبوب على البشره، لان بتبقى الدهون زايده قوي وبتخرج في المسام، زي عدم تنظيف البشره بانتظام كويس، وخاصه لو انا عندي ما بستخدمش المقشر الاسبوعي بتاعي اللي هو بيزيل الجلد الميت، لان الجلد الميت بيعمل طبقه على بشرتي وبيسد المسام، وطبعا كل المسام بتبقى فيها دهون من جوه، والدهون دي بتعمل بروز وبتعمل حبوب. طبعا انا ما بنضفش، فطبيعي ان هو يحصل كده. زي مثلا ان انا عندي مشكله في الهرمونات، الهرمونات برضو ممكن تعمل معايا حبوب، لو بس في اوقات يعني مثلا زي الاوقات اللي هي قبل البريود دي اوريدي ستات كتير او بنات كتير جدا بيطلع لها حبوب وبيحصل لها بشرتها بتبقى فيها دهون كتير، وساعات كمان فروه الراس بتفرز دهون كتير جدا. فاخلي بالي ان الوقت ده بيبقى فيه لخبطه هرمونات، ده بيبقى عاده شهريه، بس لو انا عندي باستمرار يبقى ادور على مشكله الهرمونات اللي موجوده في جسمي. او واحده بتستخدم مثلا بتعالج مشاكل منع الحمل وبتستخدم لها ادويه، والادويه دي بتعمل مشاكل في الهرمونات والكلام ده كله، او واحده اصلا بتستخدم حاجات لمنع الحمل وبرده بتعمل دهون وهرمونات وبتلخبط الهرمونات معاها. في اشكال كتير جدا ممكن تخلي ان بشرتي بتفرز دهون في سن ال30 فيما فوق ما تكونش اساسها ان هي بشره دهنيه. المهم ان هي حكايه ان هي بشره دهنيه دي وانا بعتمد على كده، لا، تشيليها، دوري على السبب الرئيسي اللي مخلي الدهون زايده معاكي. كمان التنظيف بقى مهم جدا، عشان اثار البقع دي مش حاجه حلوه، يعني اثار الدهون، اثار الحبوب اللي انت بتلعبي فيها وبتسيب مكانها بقع سودا في الوش، مش حلو خالص ان انا بشرتي ابقى ماشيه ومليانه بقع، او مش حلو ان انا افضل طول الوقت مضطره ان احط كميه مكياج يداري البقع اللي موجوده، مش حلو. ده انا لازم اعتمد على تنظيف البشره كويس قوي، وانا عندي تنظيف بشره يومي بطريقه معينه، اللي هو بغسل بالغسول اليومي صبح وليل، واحط وراه المرطب بتاعي، وعندي بقى المقشر اللي هو بستخدمه مرتين في الاسبوع، اللي هو بيبقى منظف فيه حبيبات، ولازم اعمله روتين كده مرتين في الاسبوع، اروح منضفه بشرتي بيه، بدعك بيه كل بشرتي لمده دقيقه واقل من دقيقه عشان ما تلتهبش، واغسل بيه بشرتي وارجع تاني احط لو عندي ماسك احط الماسك، وبعدين احط المرطب بتاعي. طب انا عايزه اعالج الاثار كمان، استخدم كل الحاجات اللي فيها حاجات مفتحه، يعني استخدم منتج خاص بنوع بشرتي، منتج مرطب خاص بنوع بشرتي، ويكون فيه اللي هو عامل التفتيح علشان يقضي على اثار الدهون بعد فتره. تمام. اثار الحبوب اللي هي الاثار اللي هي الحبوب، اماكن الحبوب اللي هي السوداء، استخدم كل حاجه فيها تفتيح، حتى المنظف ممكن يكون وانا بغسله برده يكون فيه نوع من انواع التفتيح. طيب ده بالنسبه للمقشر الاسبوع بتاعي، بستخدمه مرتين في الاسبوع، ده اساسي. كمان لو انا بقى عامله اللي هو روتين العنايه الشهري مره في الشهر كده، هروح للبيوتي سنتر، او واحده بتعمل ده في البيت تبقى شاطره عندها جهاز بخار، او هي بتقدر تعرف تعمل ازاي تعمل طريقه البخار اللي احنا اتعلمناها كتير في الفترات اللي فاتت، ان احنا نحط بوله فيها ميه مغليه والبخار بتاع الميه يطلع على وشنا يملى كل الوش كده، يبقى البخار كله ملى الوش، وارجع تاني اعمل بشرتي بالسكراب او المقشر بتاعي اللي انا اتكلمت عليه قبل كده. بس خطوه البخار دي يعني نخليها مره او مرتين في الشهر بالكتير، لان دي بتفتح المسام، وانا مش المفروض ان انا اذي المسام بتاعتي كل شويه بان انا افتحها، هي صحي جدا مره او مرتين في الشهر. عشان كده بقول ده روتين العنايه الشهري بتاعي. لو انا عملت الحركات دي وبعد كده لسه مازال عندي مشاكل تانية، بعدها بقى ادور على عيادات التجميل، بس ادور الاول على الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه ده. طبعا انا بالنسبه لي كفاطمه يعني اوريفليم من اكتر المنتجات اللي انا لما جيت دورت على منتجات كتير قوي بديله ليها تبع شركات تانية تديني نفس الخواص بتاعت اوريفليم مثلا، وتكون بديل ليها في شركه تانية ما لقيتش زي اوريفليم في كل العنايه اللي بتدهاني، في ان هي ما تبقاش ما تعمليش اي نتائج غلط، الاقي سعر كويس، الاقي شركه محترمه اتعامل معاها وتبقى معروفه ومشهوره في السوق وعالميا سنين طويله. فده لغايه دلوقتي ترشيحي الوحيد في وسط الشركات، وخاصه ان احنا شركه بيع مباشر، وكمان في نفس الوقت سعر المنتج بتاعي كمنتج مستورد سعره مناسب جدا جدا وسط كل المنتجات المستورده لكل العوامل اللي انا بتكلم فيها او كل الخواص اللي انا محتاجاها في المنتج بتاعي. فانا ما زلت لغايه النهارده برشح اوريفليم.
ناخد بالنا من الكلام ده كويس قوي، ويا رب اكون فدتكم. وان شاء الله مره تانية هنتكلم عن البشره، وهنتكلم عن المكياج، وهنتكلم عن العطور. وباذن الله باذن الله اي حد عنده سؤال يخص الموضوع ده يقدر ان هو يبعت لي، وان شاء الله هقدر انفعه على قد ما اقدر باذن الله. يلا صباح الفل عليكم، ويا رب اكون نفعتكم، يا رب تكونوا في احسن صحه واحسن حال ان شاء الله. باي.